بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في قناتي، قناة وصفة في المطبخ. النهاردة إن شاء الله مع بعض معانا نوع من أنواع المحشي. كلنا طبعا بنحب أنواع المحشي وبنحب تشكيلة المحاشي. من كل الأنواع كده. ممكن في ناس كده بتحضر المحشي وتعمل جميع أنواع المحاشي، تلاقي كرنب وتلاقي خس وتلاقي ورق عنب فلفل بتنجان كوسة، وتلاقي من كل الأنواع بسم الله ما شاء الله تشكيلة لا حصرة لها من نوعيات المحشي. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الخس. آه، قبل ما نبتدي مع بعض نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، و نقول زي ما كل مرة كده هوت يلا بينا نحط اللايك المحترم كده هوت، واللي أول مرة يشوف قناتي وما اشتركش يشترك معايا في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني إشعار بكل فيديو جديد أنزله. بلاش نبقوا بخلة كده ندوس على زرار الاشتراك أو اللايك، والله ما ياخد مننا أي حاجة. ادعموا القناة يا جماعة. انزلوا تحت اعملوا لي يعني كومنت يكون مشجع كده هوت، ولو عندكم اي ملاحظات اكتبوها لي في الكومنتات وانا هتقبل، انا مش هزعل منكم. بس احس ان في تفاعل معايا في القناة. متبخلوش معايا عليا بالاشتراك. اشتراك بالنسبة لي مهم جدا، واللايك كمان مهم جدا جدا، لان اللايك بيساهم ان الفيديو يرتفع في محركات البحث ويبتدي يظهر للكل على اليوتيوب. فادعموني باللايك وبالاشتراك وجزاكم الله كل خير. يلا بينا هنبتدي نسم بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين خلصنا العروق من الورق عشان نعمل بيها المحشي. آه، ببتدي أتني كده زي ما انتوا شفتوا في الصور، بتني الورقة وبخلص العرق من الورق. بتطلع الورقة بعيدة عن العرق خالص، والورقة هي طبعا اللي احنا بنحشيها زي ما انتوا شايفين. يعني حاسة ان الورقة كده مش نظيف، فطبعا لازم هغسله مرة واتنين وتلاتة، مش هنسيبه كده بالطريقة دي. آه، جبتله مية كده عشان نغسله زي ما انتوا شايفين كده. هغسل الخس غسلة نظيفة كده تكون عافية شوية. يلا نسقط الخس كده في المية ونغسلها. سقطه كده كويس في المية طبعا، يعني ايه مجرد تسقيطه كده الترابة الخفيفة اللي عليه دي هتنزل. كده اهو شايفين. ولا تقولي لي طب ليه وسخ، ليه جايباه وسخ؟ يا جماعة اي حاجة بتيجي من بره لابد ان احنا نغسلها. دي حاجة مزروعة ليها شهور في الارض، والهواء رايح وجاي عليها، ولازم يكون عليها تراب، ولازم تكون وسخة، ولازم ما جات عليها حشرة جاء عليها اي حاجة، فلابد ان احنا نغسل اي حاجة قبل ما نستخدمها. وهوريكم دلوقتي يعني ده. بصوا المية متغيرة، بصوا شايفين المية متغيرة. فطبعا مش هيكفيني ان انا اغسلها مرة واحدة، لا ده انا اغسلها اكتر من مرة على حد ما لون المية ده يتغير معايا خالص ويبقى ابيض زي المية اللي نازلة من الحنفية بالظبط. مش هعملها كده اهو. وانا طبعا يعني كلنا بنشتري الحاجة. تقولي لي طب ليه وسخ؟ لا هو مش وسخ يا جماعة، هو طبيعي كده اهو. اي حاجة لازم نغسلها. كبيت المية الأولانية وطبعا غيرت عليه، وهغير مرة واتنين وتلاتة لحد ما اطمن للون المية، واطمن ان اي غبار عالق بالخضار بتاعي او عالق بالحاجة اللي انا بعملها يكون نزل في المية دي. يا بصوا هغسلها مرتين تلاتة، بصوا المية ابتدى لونها يتغير ويفتح معايا وتبقى نظيفة ما شاء الله وبيضة وحلوة. لحد ما اطمن عليها خلاص هبطل غسيل فيها. حضر لها كده مية، عايزة اغلي مية وهحط في المية معلقة ملح
عشان أدبل الخس، لأن الخس طبعا ورقه ناشف ومش هينفع يتحشي كده خالص وهو كده، يعني إذا هو مش زي الكرنب، مش هسلق زي الكرنب قوي يعني، لكن لازم أحطه في مية بتغلي لمدة 3 دقايق كده اهو. يعني خلي النار والعة عليه كده 3 دقايق، وبعد كده هطفي وهسيبه في المية بتاعته، مش هطلعه على طول عشان يدبل معايا، واعرف احشيه كويس وما يتقطعش مني. هسقطه كده في المية، غطسه كده في المية كويس. شايفين ابتدى اللون الاخضر بتاعه يدبل شوية؟ شايفين ازاي؟ ايوه. احط باقي الكمية بتاعتي كده اهو، واغطس في المية كويس عشان يدبل معايا. وعلى بال، شايفين، اغطسه لحد الورقة بتاعته ما تدبل. انا عايزة يعني كل اهتماماتي ان الورقة دي تدبل معايا، عشان وانا بلف ما يتقطعش مني وما يبقاش، لان الورقة بتاعته مكرمشة شوية. لان المفروض يا جماعة ان المحشي اللي هجيبه، الخاص اللي هجيبه للحشو، تكون الورقة بتاعته مفرودة، وده مش موجود دايما. يعني نادر جدا لما تلاقي الورقة المفرودة دي، فغالبا بتبقى الورقة مكرمشة بتاعته، فبنتغلب على كده ان احنا ندبله في المية اللي بتغلي دي، عشان ما يتقطعش مننا واحنا بنحشي. بغطس كده، شايفين لونه غير معايا، دبل ولونه اتغير معايا. هسيبه كده في المية بتاعته، مش هطلعه منها لحد ما اعمل الخلطة بتاعة المحشي. انا معايا بصلتين كبار قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت زيت، وهقلب كده لحد ما تبتدي تدبل البصلة معايا وتحمر نص تحميرة، مش عايزاها حمرا جامد، اخليها بصوا زي كده بس مش هزودها عن كده. وصلت معايا كده المرحلة دي، هجيب القوطة بتاعتي واروح ضيفاها على البصلة كده، وهسيبها تاخد معايا 3 4 غلوات بس، مش كتير، انا مش عايزاها تتسبك. مش عايزة يا جماعة، عايزين نبعد كل البعد عن الأكل المسبك، لأن الأكل المسبك بيعمل حموضة، بيعمل قولون، بيعمل حاجات كتيرة جدا في الجسم، وبتبان مع يعني مع مرور الوقت ومع تقدم العمر بتبان. بيبتدي الإنسان يحس بحاجات، بتبقى دي نتيجة الأكل أو طرق التسوية الغلط. حطيت الرز بتاعي، كيلو رز، يبقى كده حطينا بصل، عملنا بصلتين كبار، وحطيت كيلو ونص قوطة، وكمان حطيت كيلو رز، تقلبهم مع بعض. شايفين عشان انا مسبكتش القوطة، شايفين شكلها ازاي؟ ما هياش طبعا مسبكة، ولا البصلة متحمرة ولا القوطة متسبكة، بس على بال ما هياخدوا غلوتين كده مع بعض، هتلاقي المية دي نشفت، او السائل ده هتلاقيه نشف، وهتلاقيه مش ظاهر خالص. هتكون في يعني في الوقت ده انا مقطعة الخضرة بتاعتي، بعد ما غسلتها ونضفتها ونقيتها من كل اللي فيها، وهضيفها على الخلطة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ضفت على الخلطة، وهقلب كده الخضرة بال بالخلطة، مع الخلطة بتاعتي. ومش عايزاها طبعا كده، ياريت اطفي في المرحلة دي، اطفي النار على الخلطة، عشان مش عايزين نفقد الفوايد اللي في الخضرة دي بتسويتها على النار. فهقفل كده وابتدي اخلط جامد معايا، اخلط الخلطة بتاعتي. وفضلا وليس امرا، وصلت معايا لحد هنا، بعد اذنك لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، انزلي تحت اعملي لي كومنت مشجع. آه عايزين نحشي مع بعض بقى كده نحشي مع بعض الخس بتاعنا. زي ما انتوا شايفين طبعا، كلنا عارفين، او معظم اللي بيحبوا محشي الخس عارفين ان هو بيتحشي زي المثلث كده اهو. هنبتدي نحشي مثلثات كده اهوت.
هنحشي الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. بجيب الورقة كده على ايدي وافردها على طراطيف صوابعي كده من قدام، واروح جايباها كده مرة يمين ومرة شمال لحد ما اعمل ايه المثلث. هوريها لكم كده مرة تانية. زي ما انتوا شايفين فردت الورقة وهعملها كده الفها يمين مرة كده مرة يعني على ايدي من الناحية دي، مرة على الايد من الناحية التانية لحد ما اخلص الورقة بتاعتي. بس بوريكم تاني برضو اهي زي ما شايفين شوية رز على الورقة، وببتدي الف كده. شايفين بتتقطع، مش مشكلة اللي اتقطع ده حطي فوقيها، وابتدي لف عادي مجرالش اي حاجة، محصلش اي حاجة، هتتلف معاكي. بصي بصي ازاي كده، وبعد كده ترجعيها من الناحية التانية يمين وشمال يمين وشمال كده لحد ما ايه ما تخلصي الكمية كلها. بصي بوريكي تاني. بصوا باخدها من الطرف كده زي المثلث بالظبط. شايفة ألف كده ألف كده، باخدها كده يمين شمال على الناحية دي مرة وعلى الناحية دي مرة لحد ايه ما بخلص. بصي شكلها ما شاء الله جميلة. يا جماعة ادعموا القناة باللايك وبالاشتراك، أهم حاجة أهم حاجة اللايك والاشتراك. وياريت نشوف الفيديو كامل أو حتى نصه على الأقل. يعني مش مجرد ان احنا نخطف ونجري كده هوت، يعني على الأقل نص الفيديو مشاهدة واللايك والاشتراك بعد إذنكم، عشان هو ده اللي بيدعم القناة. خلصت كده. انا كان عندي كام فلفلاية حطيتهم كده على وش المحشي بعد ما خلصت الخس بتاعي. هنروح كده ويلا نسوي مع بعض. وجبت الشوربة بتاعتي وحطيتها على شربت بيها المحشي. هبتدي كده اهز الحلة بتاعتي عشان خاطر المية او الشوربة تتداخل وسط المحشي. بصوا ههز كده كويس اوي كده، هز الحلة عشان المية او الشوربة تدخل وسط حبات المحشي بتاعتي، فيبتدي كله يستوي مفيش حاجة فيهم تشيط. هغطي كده الاول. انا كنت عايزة اجيب طبق كبير بصراحة ملقتش طبق كبير احطه، فجبت الصينية احطها كده اهو عشان احبس بيها احبس بيها المحشي. وهغطي بعد كده. المحشي خلاص الحمد لله استوى معايا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بس المثلثات جميلة جدا ما شاء الله، حلوة قوي مستوي طبعا. وجميل ريحته ما شاء الله خرافة. آه معبقة المكان ما شاء الله. طبعا طعمه روعة وجميل جدا وبالهنا والشفا. ما شاء الله جميل جدا بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده الواحدة بوحدتها ما شاء الله. والرز جواه مفلفل وحلو قوي قوي، طعمه رائع. يعني بسم الله ما شاء الله روعة ما شاء الله. الريحة ما شاء الله يعني جايبة آخر الشارع زي ما بيقولوا. شكله جميل زي ما انتوا شايفين. بالهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا ليكم انتم مشاهديني الأعزاء. يلا بقى قومي وشجعي واعملي كده حلة محشي. آه وقبل ما اسيبك ما تنسانيش لايك واشتراك وكومنت مشجع، فضلا وليس امرا. ولحد هنا بسيبكم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.